شوربة الخضار يعني وجبة صحية ومغذية ومفيدة جدا جدا، وكمان تحضيرها سهل وبسيط، ومش محتاجين جنبها اي حاجة الا لو شوية عيش محمص، ويبقى كده عظمة قوي. اهلا بيكم في قناة هاجر وليليا. يلا نعمل مع بعض النهاردة شوربة خضار حلوة جدا وبطعم مميز وطريقة سهلة جدا زي ما عودتكم. تابعوا معايا الوصفة للآخر، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحتاج ربع كوب من لسان العصفور، بسلة وجزر، شرايح كوسة، مكعبات بطاطس، بصلة متقطعة قطع صغيرة أو مبشورة ناعم حسب ما تحبوها، 3 معالق كبار زيت زيتون، ممكن تستبدلوه بأي زيت نباتي عندكم، وممكن تزودوا أي خضار متوفر عندكم، مش شرط تلتزموا باللي أنا حطيته. أي خضار عندكم هيكون حلو جدا، لان احنا كل ما زودنا اصناف الخضار كل ما زادت الفايدة في الشوربة. في حلة على نار متوسطة هننزل بزيت الزيتون، يدوب يدفى، مش بنسخنه خالص زي اي زيت عادي. ننزل عليه بلسان العصفور ونبدأ نقلبها باستمرار لحد ما تتحمر معانا وتاخد لون ذهبي. لازم تقلبوا لسان العصفور باستمرار عشان تاخد كلها لون واحد وما تغمقش. اول ما توصل معانا للون الذهبي الحلو ده هننزل عليها بقطع البصل الصغيرة. نقلب البصل ونسيبه حوالي 5 دقايق يدبل، بس مش عايزين نحمره، والنار زي ما قلنا تبقى متوسطة، يدوب البصل هيدبل بس. مجرد ما البصل هيدبل نبدأ ننزل بالخضار اللي معانا كله، البسلة والجزر وشرايح الكوسة والبطاطس، ونقلب الخضار كله مع البصل ولسان العصفور كويس جدا. نديله تشويحة كده من 2 ل3 دقايق. لو هتزودوا على الخضار مية ومرقة مش شوربة جاهزة عندكم، يبقى في الخطوة بتاعة التشويح دي هتزودوا عليها ورق لورا وفص مستكة وفصين حبهان على الخضار يتشوح معاهم. بعد كده هبدأ انزل على الخضار بالشوربة. انا معايا شوربة لحمة، هنزل بحوالي من لتر لتر ونص حسب كمية الخضار اللي انتوا عاملينها. الشوربة اللي هنزودها على الخضار لازم تكون مغلية، ما ينفعش تحطوا الشوربة وهي باردة. ولو هتستبدلوا الشوربة بالمية زي ما قلنا، برضو المية لازم تكون مغلية، وتنزلوا عليها بمكعب مرقة وتقلبوها كويس جدا. بس انا بفضل استعمل شوربة لحمة او شوربة فراخ علشان خاطر ليليا، مش بفضل احط مرقة عشانها في الاكل اللي هي بتاكل منه. وانتوا برضو حاولوا تقللوا استخدام المرقة خاصة في وجود الاطفال. اخر حاجة هنزودها هي الملح، معلقة صغيرة من الملح. ولو استعملتوا المية والمرقة حاولوا تدوقوا الاول الشوربة، لان المرقة بتكون مالحة. واظبطوا الملح ورشوا عليها كمان رشة فلفل اسود ورشة سكر، انا ما زودتش دول لاني كنت ضيفوهم على الشوربة اصلا. هنقلب شوربة الخضار ونغطيها لمدة 10 دقايق على درجة حرارة متوسطة. بعد 10 دقايق الشوربة زي ما انتوا شايفين جمالها، شكلها تحفة وريحتها حلوة جدا جدا. بصوا تحفة ازاي. الخضار كله استوى وبقى كويس جدا، وكمان لسان العصفور، وزي ما انتوا شايفين الخضار كويس جدا ومحافظ على شكله، مفيش اي حاجة اتهرت. هنطفي النار على شوربة الخضار وما تحطوش الغطا تاني عليها، سيبوها من غير غطا لحد ما الحرارة بتاعتها تهدى عشان الخضار ما يتهراش معاكم. لان في ناس بتطفي عليها وتروح مغطياها، يفضل الحرارة مكتومة، الخضار بيفضل يكمل سوا، تيجي بعد شوية تفتح عليها تلاقي الخضار كله مهري، فده احنا مش عايزينه، فاحنا هنسيب الغطا لحد ما الحرارة بتاعتها تهدى خالص. ده في حالة ان انتوا مش هتقدموها على طول، لكن لو هتقدموها على طول خلاص بتبدأوا تغرفوها في الاطباق او في السلاطين، وتمام جدا مفيش اي مشكلة كده. وكمان زي ما كلنا عارفين ان شوربة الخضار من الحاجات المغذية جدا وكلها فوائد، وكل ما زودنا فيها اصناف الخضار كل ما الفوائد زادت واستفدنا منها. وطبعا هي وجبة خفيفة مناسبة جدا للناس اللي بتعمل دايت، وللناس اللي القولون بيتعبها، حاجة خفيفة كده على المعدة ما تتعبناش. نبدأ بقى نغرف شوربة الخضار ونشوف جمالها. طعمها حلو ومميز جدا وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها زي ما انتوا شايفين كده، وكمان حلوة جدا للأطفال اللي بيتعبونا جدا في أكلهم.
ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة، وكمان لايك وشير لو عجبكم الفيديو. شكرا جدا ليكم، وألف هنا على قلبكم.